وقال لك كده صراحة لازم أي أجنبي عندك تعمل له ترخيص أو تصريح عمل. قانون العمل الجديد ما ننساش حاجة مهمة جدا اللي هي تنظيم عمل الأجانب، علشان يقنن وضعه قانونيا ويقدر يحصل على الإقامة. النقطة الأهم إن هو هيعمل لمين تصريح عمل الأجانب. في القانون الجديد ضاف كمان الناس اللي هم بيشتغلوا في الأعمال المنزلية، فده كمان لازم تعمله تصريح عمل. طب السؤال المهم، لو عملت تصريح عمل والراجل شغال معانا عادي جدا ومرة واحدة انقطع، أخطر إمتى؟ قال لك الأجنبي لو انقطع العمل لازم تخطر خلال 15 يوم الجهة الإدارية المختصة. طب الراجل همشيه وهني علاقتي بيه، حضرتك مجبر تدفع له كل مصاريف رجوعه لبلده، إلا لو أنت كاتب في العقد إن هو هيتحمل كافة التكاليف، ساعتها هو اللي بيتحمل. غير كده حضرتك مسؤول عن دفع كل المصروفات من انهاء العقد دوت انك تسفر الراجل بلده.